أسعد الله مساءكم جميع الأخوة اللي دخلوا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. اللي عنده صباح صباح الخير، واللي عنده مساء مساء الخير، واللي عنده أوقات متفاوتة ما بين الصباح والمساء. أسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا أنا قبل أن أفتح اللايف بدقائق شفنا الغارات الإسرائيلية على الجنوب السوري، وطبعا ذريعة أنه، وهي ليست ذريعة حقيقة، يعني أنه بعض الجهات أطلقت عدة صواريخ على جنوب إسرائيل أو شمال إسرائيل عفوا، اللي هو جنوب سوريا، على مرتفعات الجولان، فأدى إلى غضب كبير يعني من الأوساط الإسرائيلية، وبدأ القصف الإسرائيلي على الجنوب السوري بشكل عام ومناطق عديدة. طبعا هلا أنا بدي أتناولها من الناحية السياسية وليس من الناحية العاطفية نهائيا. يعني ليس بالضرورة أنه عندما يتحدث أي أحد في المسائل السياسية أنه هل هو موافق أو ليس موافق على اللي يحصل في الأراضي السورية. حقيقة هي تجاذبات مخابراتية دولية بشكل كبير في سوريا، وفي كمان بدنا نقول أضداد المخابرات. شو يعني أضداد المخابرات؟ هو تضارب في عمل الاستخباراتي اللي موجود على الأراضي السورية بالنسبة لمصالح كل الدول الإقليمية والدولية اللي موجودة على الأراضي السورية. طبعا أنا بشوف من تصريح بسيط جدا لوزارة الدفاع الإسرائيلية عندما تقول أنه السفير الأمريكي أو المبعوث الخاص لترامب في سوريا هو أحد الأسباب عندما يسمح للأتراك والحكومة الشرع المؤقتة اللي موجودة في دمشق أنه تدمج الأجانب، فهذا سيؤدي إلى عواقب كثيرة جدا ولن نقبل فيها. وحقيقة الأمر نعم، الأتراك عملوا على المسألة هاي، أنه أقنعوا الأمريكان أنه يجب دمج ما يقارب من 3500 واحد من المقاتلين الأجانب، وخصوصا الإيغور. طبعا هاي بذات حد ذاتها هي ضربة للصين. شلون ضربة للصين؟ نعم ضربة للصين، سيؤدي إلى إشعال الفتيل ما بين الأتراك والصينيين بهذا الموضوع. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي لعبة خبيثة منها بصراحة، فقبلت. وشفتوا أنتم بالأخبار كلياتها أنه فقط الإيغور والتركستاني. ليش الإيغور والتركستاني؟ ليش مو الجماعات الثانية الموجودة في سوريا أيضا؟ عندك الشيشانيين، عندك الأوزبك، عندك الأفغان، عندك أصناف وأشكال من المقاتلين الأجانب أو الجهاديين اللي دخلوا إلى سوريا. طبعا أنا أعتقد لا يوجد محلل سياسي أو متحدث في الشأن العام، خلينا نقول بالطريقة هاي، أنه خطرت بباله ليش الإيغور. من أول لحظة إنه امبارح لما شفت الخبر وشفت إنه فقط كلمة الإيغور اللي نطق فيها السفير الأمريكي، بصراحة يعني ضحكت، لأنه هي عملية سياسية وليست مسألة عسكرية. وهم الأمريكان هون حبوا يوصلوا رسالة إلى الصينيين من الأراضي السورية، لأنه تعرفوا أنتم نحن فقر التجارب اللي بيجرب عليه كل الدول العالمية تجاربه داخل سوريا حقيقة. فمسألة دمج الإيغور والتركستاني ال 3500 مقاتل اللي موجودون هي رسالة سياسية إلى الصين، وليس لها أي علاقة لا بأحمد الشرع ولا لها علاقة بسوريا، ولا هامهم الأمريكان من هذا الناحية نهائيا. بدي أذكركم بشغلة ثانية حصلت قبل الضربات الأوكرانية اللي حصلت قبل يومين. كان في هجمة أيضا على قاعدة حميمي من روسيا، واللي أدى إلى مقتل 2 من الجنود الروس وجرح عدد من الجنود أيضا.
حصلت بعدها مباشرة في أوكرانيا استهداف القواعد العسكرية أو القواعد الجوية الروسية وإخراج تقريبا 80% من الخدمة، وتزامن هذا الأمرين مع بعضهم البعض. طيب شو له علاقة هذا باللي حصل في أوكرانيا بقاعدة حميميم بدمج الأوغور والتركستاني أيضا في الجيش السوري؟ وهنا الربطة المهمة اللي لازم نفهمها. الصين كما نعلم قبل شهور بدأت بمساعدة الروس في الحرب الأوكرانية الروسية، وبدأ الروس على الأرض نوعا ما تبدل نوعي في العمليات العسكرية اللي قامت بها بسبب إيش؟ الذخائر والأسلحة اللي حصلت عليها من الصين. الأوكران ردوا عليهم في سوريا بضرب قاعدة حميميم نوعا ما على الروس، والرد الآخر كان هو بتجنيس أو دمج الإيغور والتركستاني اللي هم أعداء الصين التاريخيين في الجيش السوري، وتهيئتهم مستقبلا هؤلاء ليقودوا أو يصبحوا مشاريع جهادية في الصين في المستقبل. يستغرب الناس من حديثي هذا كتير، أنا عارف، لكن المتابع لي من فترة طويلة يفهم ما أقصده أنا تماما. ما كانت عملية دمج الأجانب اللي موجودين من الإيغور والتركستاني وحددوهم تحديدا هؤلاء إلا رسالة سياسية إلى الصين. وضرب قاعدة حميميم قبل العملية اللي حصلت في الأراضي الروسية، العملية الأوكرانية النوعية، كانت أيضا رسالة ثانية. تصريحات البريطانية اللي ذكرت أنه نحن مستعدين للحرب. نحن نعرف دور بريطانيا أيضا مع أحمد الشرع. هو أحمد الشرع عميل بريطاني وينفذ الأوامر البريطانية، وما جاء إلى سدة الحكم في سوريا إلا بأوامر بريطانية وتدريب بريطاني وتجهيز. وذكرنا نحن قبل الآن وقلنا لكم أنه كل شيء بيصير على الأرض هو بموافقة أحمد الشرع. تم رسم الخطة هاي كلها مع إسرائيل، لكن هناك تضاربات بين المصالح ما بين تركيا وإسرائيل على الأرض السورية. قبل فترة اجتمع الأتراك والأذريين والإسرائيليين في أذربيجان، وكان في مباحثات على تقاسم السيطرة. هيك كانوا يحكوا بالأخبار، طبعا الأخبار التركية ولا الأخبار العالمية بشكل عام، لكن الحقيقة الأمر ما كان هيك. كانت هي الإملاءات الإسرائيلية على تركيا، وحذروهم الإسرائيليين بشكل واضح وصريح أيضا بأنه ممنوع أي قواعد تركيا على الأراضي السورية، ممنوع للمقاتلين الأجانب أن يبقوا في سوريا. وهذا في خطورة كبيرة جدا على إسرائيل، نعم، لأنه هدول كلهم أصحاب فكر جهادية مثلهم مثل حركة حماس. فاليوم لما بيطلع من الإعلام الإسرائيلي أو الساسة الإسرائيلي والموساد الإسرائيلي أيضا بيانات بأنه لن نسمح بتكرار 7 أكتوبر في سوريا، فهذا دليل أنه الإسرائيليين عرفانين تماما بأنه الجهاديين الموجودين في سوريا هم كلياتهم على شاكلة حركة حماس. هنا صار تضارب مصالح ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وليس عداء مثل ما حدا بيظن وكذا، تضارب مصالح. يعني الأمريكان حبوا يوصلوا رسالة للصينيين بدمج الأوغور والتركستاني، الإسرائيليون هدموا من صالحهم. طبعا أي شيء تعلمناه في السياسة في الشرق الأوسط بالذات، أي شيء إسرائيل تعترض عليه سيرفض مرة ثانية ويسحب. يعني هلا شفتوا انه تصريحات طلعت انه موافقة على دمج الاوغوريين والتركستاني وكذا، وهي راح يتم سحب هاي ما دام اسرائيل، اذا اصرت اسرائيل طبعا
على رأيها وقرارها بعدم القبول بأي تنظيمات جهادية موجودة على الأراضي السورية. طبعا اللي بيظن إنه إسرائيل تمنع فقط في الجنوب السوري بيكون غشيم. ليش؟ لأنه هدول مشاريع جهادية في أي وقت ممكن بكل بساطة تروح للحدود وتعمل تفجيرات أو تعمل إطلاق صواريخ أو حتى تكنولوجيا متطورة أو مسيرات إذا حصل عندهم تقنية المسيرات. وهي طبعا إسرائيل اعترضت على مسألة المسيرات الشاهين اللي كانوا بيسموها، ووقت أعطوها للجولاني فما أعطوه تكنولوجيا صناعة تلك المسيرات أبدا، أعطوه فقط مجموعة من الطيارات. وهذا كان اعتراض إسرائيلي انه ممنوع انه يستلموا اي طائرات. اليوم شفنا كمان في صفحات السوركيني بينشروا طيارات الشاهين تنطلق اسراب الان الى اسرائيل، وهي كان كله كذب بكذب. ما عندهم، كان عندهم ما يقارب مجموعة من الطيارات خلصت. أعتقد أنه الرقم الباقي عندهم ما يقارب ما بين 10 و11 طيارة فقط، 11 أو 10 طيارات فقط. لا يملكون أكثر من هاي الطيارات، من الطيارات المسيرة اللي ضربوا فيها النظام. طبعا مثل ما قلنا لكم الحروب الآن أصبحت حروب مخابراتية. الحروب أصبحت حروب مخابراتية ما بين كل الدول اللي موجودة، وتعتمد على تقنيات تكنولوجية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دور كبير، والذكاء البشري من نوع تخطيط له أيضا دور كبير جدا. فما بقى في حروب نقول مثل قبل تقليدية يعني نوعا ما. وإسرائيل تدرك هذا الأمر. إسرائيل تدرك أنه هؤلاء المقاتلين اللي هم أساسا كله يحمل فكر تنظيم القاعدة والفكر الحركات الجهادية، إذا امتلكت التكنولوجيا بالمسيرات بالذكاء الاصطناعي باللي بيحصل الآن في العالم كلياته، وقتها راح يكون موقف إسرائيل جدا حرج، وتستطيع المسيرات ضرب أقوى سلاح إسرائيلي اللي هو الطيران. يعني فارق القوة اللي موجود ما بين إسرائيل وكل الدول المجاورة إليها هو الطيران. ولا ننسى مفاعل ديمونة أيضا النووي، وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا. وأصبحت التكنولوجيا الحصول على هاي أنواع من الطيارات سهل للغاية، أصبحت سهل للغاية. طبعا هاي الطائرات بتكتيكات عسكرية قادرة الفلات من أيضا من أقوى أنواع الرادارات الموجودة في العالم. يعني طيارات مصنعة هياكلها من الكربون، وتطير على مستوى منخفض، وتقوم أجسادها بتشتيت الأمواج اللي بتسقط عليها نوعا ما. والآن أصبحت كثير من المنظمات العالمية اللي هي ليست دول تملك هكذا أنواع من الأسلحة. وهنا تكمن الخطورة الكبيرة. إذا سمحت إسرائيل فعلا للحركات الجهادية بأنه تنمو في سوريا وتستمر في المستقبل، راح تكون خطر قاتل عليها. يعني استبدلوا ببشار الأسد ومحور المقاومة اللي كان هو خطر للغاية على إسرائيل حسب اعتقادهم طبعا، بتنظيمات أكثر خطورة على وجود إسرائيل في المستقبل. طبعا كل اللي بيحصل على في سوريا الآن هو وهم، يعني إنه دولة ومؤسسات وحكومة بالعكس تماما. هي الآن يقوم الجهاديين بتدريس في كل المدارس السورية أصول الفقه والشريعة والأمور هاي اللي حسب تفكيرهم هم، حسب تفكير تنظيم القاعدة، وتحويل الشعب السوري كلياته إلى فكر جهادي. وهذا القائم بشكل كبير في كل المناطق في سوريا. وراح تكون سوريا قنبلة إقليمية مؤقتة في المنطقة كلياتها. وشايفين نحن مصر
شلون موقفها لا تقبل بأي شكل من الأشكال ترويج أحمد الشرع أو أنه يبقى في الحكم. وشايفين نحن امبارح حتى لقاهم مع إيران، امبارح التقوا مع إيران وكانت اللقاءات كلها متعلقة في سوريا. ثواني بس. كل اللقاءات كانت متعلقة في سوريا. المصريين مدركين أكثر من كل الدول العربية الثانية بخطورة الوضع. طبعا المملكة العربية السعودية من جهة ثانية تحاول بأي شكل من الأشكال أنه تعدل سلوك أحمد الشرع وتغريه من مسألة السلطة بأنه يتخلص من الجهاديين الموجودين. لكن حقيقة الأمر أنه أحمد الشرع هو أكبر خطر على المملكة العربية السعودية، لأنه هدول بيحملوا الفكر الجهادي السلفي اللي بيكفر المملكة العربية السعودية وحكامها. ونحن شفنا كتير فيديوهات له لأحمد الشرع سابقا كان يتحدث بشكل سيء جدا على العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية وعلى الشعب السعودي أيضا. لكن التقاء المصالح هون والمملكة العربية السعودية أنا بقول لكم رح تفشل بهذا الموضوع، لأنه هؤلاء الجهاديين اللي موجودين في أرض سوريا يعملون ليل نهار بشكل مختلف تماما عن التصريحات اللي يقوم فيها أحمد الشرع. وطبعا في مشاريع دولية على هذا التصدير الفكر الجهادي إلى دول عديدة في العالم. تقارب المملكة العربية السعودية برجع بقوله ومحاولته هي محاولة تغيير سلوك أحمد الشرع والحكومة اللي موجودة، يعني القيام بثورة على الجهاديين داخل سوريا بقيادة أحمد الشرع نفسه. لكن هذا التفكير خطأ كبير جدا وراح ينعكس على المملكة العربية السعودية في المستقبل. طبعا في كتير من الإعلاميين اللي بيطلعوا حاليا وبنشوف هم من المملكة العربية السعودية وبدأوا يتهجمون على الكرد ويتهجمون على القوات الكردية ويتهجمون أيضا على السياسات الكردية والأحزاب الكردية. وشفت كتير من الناس يلي بعثت لي إنه في منصات سعودية خرجت وتتحدث بهذه الطريقة وأنا عندي حتى تسجيلات تبعها. فأنا بقول لهؤلاء الأخوة طبعا هؤلاء لا يمثلون المملكة العربية السعودية أبدا. يعني هؤلاء أساسا متأثرين بفكر أخوان المسلمين. يعني جاء شخص يدعى أبو زيد اللي وطن اللي كان بيفتح، وأنا بالبداية كنت بصراحة أحترمه جدا، فكان هو جاي يفضح فكر حركة أخوان المسلمين ويتحدث عن خطر الأخوان المسلمين على الدول العربية وخصوصا على المملكة العربية السعودية. وأنا أكثر من مرة دخلت لعنده، يعني كنت بستمع لما يقوله، وبصراحة يعني كان يبين أنه هو من المخابرات السعودية، يعني يوحي بأنه من المخابرات السعودية. لكن حقيقة الأمر بعد فترة يعني طويلة جدا تحول هو إلى أخوان مسلمين من حيث لا يعلم. فبدأ الآن يروج ما تروجه دائرة الحرب الخاصة التركية وحركة أخوان المسلمين نفسها. فبتلاقيه يتهجم على قوات قسد وباكيكي وهو سعودي. طيب السؤال الذي يطرح نفسه منذ متى كان الكرد منذ متى كان الكرد ضد المملكة العربية السعودية؟ معروف أن الكرد في كل المواقف اللي تتعرض فيها المملكة العربية السعودية لأي هجوم سواء كان سياسي أو عسكري أو أي شيء، أن الشعب الكردي بكل طوائفه وقوميات وإثنياته اللي موجودة يتعاطف مع المملكة العربية السعودية. وشفتوا آخر مرة لما حصل هجوم على المملكة العربية السعودية من قبل دائرة الحرب الخاصة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف قام الشعب الكردي بالوقوف مع المملكة العربية السعودية، وتقريبا ما خلوا موقع فيه وما هاجموا فيه كل
أزلام المخابرات التركية اللي كانوا بيتهجموا فيها على المملكة العربية السعودية. فما كان الكرد بتاريخهم ضد المملكة العربية السعودية، بالعكس تماما. وإحنا دائما يعني نعتبر أنه المملكة العربية السعودية قبلتنا كلياتنا اللي موجودين، ونعتبرها دولة شقيقة وصديقة. فهذا اللي هؤلاء المنابر اللي طلعت الآن ما بيضرون إلا بمن بالمملكة العربية السعودية. على فكرة ما بيضروا الكرد، هؤلاء بيضروا المملكة العربية السعودية نفسها. فالتعاطف الكردي اللي كان موجود مع المملكة يدق فيه اسفين الآن من قبل الأتراك والمخابرات التركية، ووقعوا هؤلاء في اللعبة اللي ترسم لهم إياها المخابرات وحدد فيها. طبعا أنا هنا ما بتحدث بعمري بالشخصيات ولا بتهمني الشخصيات أبدا، لكن أنا أتحدث بالأفكار والمشاريع دائما. فهذا الشخص اللي كان اسمه وطن ويطلع إلى الآن يتهجم على القضية الكردية وعلى الأحزاب الكردية، ومع أنه الأحزاب الكردية والقضية الكردية بحياتها ما أذت المملكة العربية السعودية. ما صدرنا الجهادين لكم، وما صدرنا الأخوان لكم نحن، وما كنا يوم من الأيام أعداء المملكة العربية السعودية ومصالحها في أي مكان. وأنا حسب علمي لقوانين المملكة العربية السعودية إن هي تجرم أي شخص أو مجموعات تعمر أعراض طائفية وقومية، وأحكامها كبيرة جدا. لكن هؤلاء الأشخاص اللي يخرجون على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة التوك توك ويعطون إيحاء للشعب الكردي بأنهم من الدولة السعودية ويتحدثون باسم الدولة السعودية، يعطون إيحاء، لكن لا يقول بشكل مباشر أنه هو موظف أو مخابرات أو أي شيء من هذا. فشلة من التركمان وشلة من السوركيين التفوا حول هؤلاء الأشخاص واستطاعوا أن يقلبوا خطابهم اللي كان أساسا هو معادي لتركيا وحركة الإخوان المسلمين قبل فترة إلى الآن الدفاع عن الحركات الجهادية والحركات الإرهابية الموجودة في العالم وحركات إخوان المسلمين، وذم الكرد واعتبارهم انفصاليين. أنا أول مرة أشوف بحياتي سعودي حقيقة يتحدث في أعراض الناس. هاي الفكر ما موجود إلا عند هؤلاء السوركيين والمخابرات التركية واللي كانوا تابعين لهم. أنا بعرف المملكة العربية السعودية وأبنائها مستحيل أنه يقعوا بخطأ فادح حتى ولو كان صحيح، أنه قذف الأعراض والحديث عن هذه المواضيع حتى ولو كان صحيح. فما بالك إذا كانت مواضيع ملفقة وبالذكاء الاصطناعي وتروجها المخابرات التركية. فيخرج علينا هذا وطن أبو زايد ويتحدث في أعراض الكرد، وهذا يعني أمر لا يمثل أخلاق المملكة العربية السعودية وشعب الخليج بشكل عام، خصوصا الشعب السعودي. كل الحب والتحية للمملكة ولشعبها وأخلاقها الراقية جدا، اللي بحياتي ما سمعت سعودي تحدث بأعراض الناس. طبعا أنا راح أحط لكم شوية أصواتهم هؤلاء مشان تعرفوا. هاي برسم كل أصدقائي اللي موجودين في المملكة العربية السعودية اللي كانوا يتابعوني بسنوات طويلة جدا ويعرفون من أنا وشلون أتحدث. أنا ما من معرفة بسيطة بأبناء المملكة العربية السعودية، لا، من معرفة طويلة جدا بأبناء المملكة العربية السعودية وأخلاقهم. وأنا أقول لأخواننا الكرد بجميع أشكالكم وأطيافكم، هؤلاء لا يمثلون شعب المملكة، لا يغركم أبدا، ولا تنخدعوا إلى الحرب الخاصة اللي تقودها الأتراك وتروحوا تسبوا المملكة أو شعب المملكة. ترى ديروا بالكم من هذا الموضوع. هاي حرب خاصة لدق الإسفين ما بين الشعب الكردي والشعب السعودي، وأيضا قيادة المملكة العربية السعودية اللي نحن نعتز فيها وعلى رأسها محمد بن سلمان. فديروا بالكم أنه توقعوا بالحرب الخاصة اللي يقودها الآن حركة أخوان المسلمين وبعض السعوديين اللي تابعين لحركة الأخوان المسلمين في السعودية، هم مقيمين في السعودية على فكرة، لكن ما بعرف هل جهاز الرقابة السعودي مغضي الطرف عن هؤلاء ولا هؤلاء يتصرفون بمحض إدارتهم.
أنا ما بعرف، هذا كلياته رح تصل للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ولهم التقدير هذا الوضع، وهم الأدرى بمعالجة هكذا أمور. تفضلوا، أنا بس بدي أسمعكم الأصوات، وإذا في تسجيلات أكثر تبعتوا لي إياها، مشان أنا بدي بذات نفسي بدي أوصلها إلى المملكة العربية، الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. تقولون ما قال وطن، أنا قاعد أقول لكم إن لم يسلم الآن. أنا قلت لكم القسم بذكركم بهذا، بحط لكم صورة ثانية ما راح تشوفونها، بس عشان أذكركم باللي أنا قلت لك إياه. شوفوا لي هذا. أنا قلت قسد يوم الأحد، طبعا هذا الكلام البارح حصل عشان تكونوا في الصورة. بس البارح أمس وفد رفيع المستوى من قسد راح يقابل الرئيس أحمد الشرع، هذا الكلام الأحد أمس. طبعا هم ممكن عشان يعطرون، لأن كان أمس المفروض تخلص 8 ساعات عند باب القصر ولا قابلوا ورجعوا. وفي معلومة بقولها، طبعا أنت كاذب أشر أنه الوفد تقابل، وصدرت بيانات من الرئاسة السورية، وصدرت بيانات من قسد نفسها أيضا، واتفقوا الوفدين على نقاط عديدة جدا. فأنا ما بعرف، يعني أنت شخص كاذب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم كل شيء إلا أن يكون كاذب. فالكذب ما هو من شيم من الشعب السعودي أبدا، ولا من شيم المسلم بأي شكل من الأشكال. فأنت على أي أساس تكذب هذا الكذب؟ شوفوا تأثير أخوان المسلمين عليه. هذا كان جاي يحارب أخوان المسلمين بالبداية فكريا على أساس ويفتح لايفات ضد الأخوان المسلمين، فأخذ طبع أخوان المسلمين وأصبح كاذب مثلهم. خلص 8 ساعات عند باب القصر ولا قابلوا ورجعوا. وفي معلومة بقولها لكم جديد، اكتشفوا انه قادة قسد انتشرت لهم افلام. ام تركي ممكن تنزلين شوية؟ طبعا بده ينزل سيدة سعودية من تركيا ليتحدث بالمسائل الغير أخلاقية، أنه طيب ليش انتشرت أفلام الغير أخلاقية أو الجنسية اللي يتحدث عنها هذا المعتوه بيوم زيارة الوفد إلى دمشق؟ ليش ما كان قبل ينشروها؟ هذا الأهبل ما بيعرف أنه هاي كلياتها صور ذكاء اصطناعي قامت بها المخابرات التركية بالتعاون مع السوركيين المتآمرين معها، ونشرت هذه الأمور. الكرد ما عندهم هيك أخلاق يا أبو زايد، وأنا أترفع أني أتحدث عن أعراض الناس أبدا، وليس من شيمنا وأخلاقنا أن نتحدث في أعراض الناس. سامعتني تركي؟ طيب في كلام ما اقدر اقوله وانت موجوده بصراحه. استحي منك. طيب ابشر. استحي منك والله. والله يستحي كتير. طبعا الفيديوهات حتشوفونها عم كل القاده في قسد، كل القاده اللي في قسد الروس الكبار كلهم طلعت لهم افلام اباحيه. ليش يا أبو زايد الأفلام الإباحية هل طلعت لقادة قسد ولا قادة الأتراك، يعني الوكالات العالمية كلها اللي تحدثت؟ يعني قلب الحقائق كل ما يتحدث فيه هذا وطن أبو زايد السعودي اللي ما بيشرف المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الخلوق صاحب المبادئ العالية جدا بالحديث بهكذا أمور. هاي الأفلام اللي تتحدث عنها الحقيقية هي القادة الأتراك، من وزير خارجيتهم إلى ابن الرئيس إلى قادة المعارضة حتى كلياتهم. لا يوجد في قسد ولا واحد من هاي الأمور كلياتها، هذا كلياته تركيب وتلفيق وذكاء اصطناعي. طيب بس سؤال، مين السرب لو كان حقيقة مين السرب هاي التسجيلات؟ هل ذهبوا مثلا إلى فنادق في المملكة العربية السعودية وحاشا المملكة العربية السعودية وتم تصويرهم في هكذا أمور؟ هل ذهبوا إلى دول ثانية؟ كلها عبارة عن ذكاء اصطناعي، وهذا المعتوه صدقهم. وهم نفس القادة عرفوا أنها طلعت الأفلام، وهم نفس القادة عندهم أحد أمرين: أما حيسلموا صاغرين بالجزمة،
انا قاعد اقول لكم الكلام هذا انا متاكد. بالجزمة صاغرين. أنت سيدي الكريم يعني هو يتحدث، طبعا دائما كان يتحدث أنه هو متحدث مسؤول في المملكة العربية السعودية. اليوم ما قال أنه هو مسؤول أو مخابرات أو كذا، لكن بيقول لك بالجزمة قسد ستسلم السلاح. لنسلم جدلا لنشوف كذبه. انا قاعد اقول لكم الكلام هذا انا متاكد منه، او انهم حيهربون ويتركون قسد. ايوه الان الموضوع خلاص. لا هلا بدهم يسلموا ولا بدهم يهربوا ويتركوا السلاح؟ ما عرفنا هذا الشيء. بدهم يسلموا ولا بدهم يهربوا ويتركوا السلاح؟ ترى الامرين متناقضين بعيدين عن بعض بكثير. يا اما يهربوا ويعني يقاتلوا بعدين ما بيقدروا ويرموا السلاح ويهربوا، يا اما يجوا للحكومه ويقولوا لها هذا السلاح تبعنا ونحن خلاص ما بقى بدنا نهائيا ولا شيء. اسمعوا، الان الموضوع خلاص انتهت. صار ايوه هذا انتهت. كله غير الان اسد محاوط تماما. الطيران التركي جاهز، الطيران التركي ينتظر ساعة. يعني انت سعيد جدا انه الطيران التركي جاهز. طبعا هذا الكلام قديم، يعني فهمت علي؟ مو قديم كثير، امبارح امبارح اعتقد يوم السبت، وهو قال انه يوم الاحد خالص كل شيء بده يخلص وطيران تركي جاهز وكذا. وارتال الان قوات سوريا الديمقراطيه تدخل حلب. الان ارتال قوات سوريا الديمقراطيه تدخل حلب. فمين الكاذب؟ مين الهارب؟ خلونا نسمع. تماما الطيران التركي جاهز، الطيران التركي ينتظر ساعة الصفر. قسديين أيوة. جهزوا حالكم، اللي قاعدين عندي في البث جاهزين يا استاذ وطن. انا ما كنت بالبندق بس احنا جاهزين على الارض، مو على البثوث وعلى التيك توك. نحن جاهزين على الارض، وما بدي اجيب اي كلمه خطا بحق المملكه العربيه السعوديه. ديروا بالكم، هذا ما يمثل المملكه العربيه السعوديه، حتى ولو قال انه هو يمثل المخابرات وغيره. هذا واحد تيك توك حقه فرنجين، اذا صار سعره غالي ما بيسوى فلس. السعودي ما بيقبل على حاله هيك، بيحكي بالطريقة هاي وبأعراض الناس بقضية مو قضيته، مالك شغل فيها أنت. بقضية مو يعني حلوة. هلا نحن نصير نأيد تركيا ضد المملكة العربية السعودية بقضية الخاشقجي واللي حصل سابقا وكذا وهاي. أعتقد أنه المسألة لازم السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية تعيد النظر بهؤلاء اللي يخرجوا وبيسيئوا إلى سمعة المملكة العربية السعودية من الطيران التركي ومن المعدات التركية الأرضية. صار متحدث باسم وزارة الدفاع التركية. أنا قاعد أتكلم، هذه ساعة الصفر قربت. لا تقولوا ما قلت لكم. ساعة الصفر لا قلت لنا. أوشكت. الشاهين كله جاء. الشاهين اللي تملكه سوريا، الشاهين اللي بتملكه سوريا تنظيم القاعدة الإرهابي اللي هو ضد المملكة العربية السعودية، بيجهز الشاهين كله الشاهين اللي موجود عندهم لحتى يجوا يهجموا على الكرد وعلى شرق الفرات وعلى قسد. طبعا اسمعوا واضحكوا. تقريبا جاهز على خط النار مع قسد. جاهز. تركيا جاهزة على الأرض، والمطار التركي جاهز. أيوة. الطائرات على أهبة الاستعداد. متحدث باسم وزارة الدفاع التركية. طبعا صار أسد ما حتصبحون الصباح. أنا قاعد أقول لكم ما راح يصبحوا الصباح. يوم السبت راح الصبح وراح الظهر، ويا أبو زايد ما إجوا. شلون هلا الحل؟ هلا يا أنت كذاب وتافه، وأنا لو بدالك عربي أصيل وسعودي حقيقي وكذا ما بقى أطلع على اللايفات نهائيا، أختفي. عيب جدا هذا الكلام اللي بتتحدث فيه. لو أنت فعلا سعودي، ونحن نعلم السعودية ونعرف القيادة السعودية ونعرف الشعب السعودي، وأنا خصوصي بالعادة ما أتحدث على أخونا بدر عاطيك، وأنا ما أتحدث بعمري بالشخصيات، لأنه أنا بتحدث بالمسائل السياسية والاستراتيجية على المستوى الدولي فقط.
لكن لا يهين علي أبدا أنه يجي واحد مثل أبو زايد اللي اسمه وطن ويسيء لشعب المملكة العربية السعودية أو للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. هذا يسيء للمملكة العربية السعودية على فكرة، وعامل حاله متحدث باسم وزارة الدفاع التركية. اسمعوا هذا الكلام تبعه. طبعا هذا بيرسم السلطات في المملكة العربية السعودية، وأنا كمطلع على القوانين في المملكة العربية السعودية أنا أعلم أن المملكة العربية السعودية تجرم بشدة أي شخص يقوم بنعرات طائفية أو قومية داخل الأراضي السعودية أو خارجها، وعليها حكم سجن لسنوات طويلة جدا. طبعا أنا هذه الفيديوهات كلها راح أرسلها إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وراح أحاول أني أتواصل مع أصدقاء من المملكة العربية السعودية قدماء لتقديم شكوات رسمية ضد هذا المدعي اللي اسمه وطن أبو زايد، اللي يوحي بأنه دائما أنه هو من المخابرات السعودية أو من صاحب القرار. طبعا مثل ما قلنا لكم قبل، هذا الرجل كان يطلع وينتقد في حركة الإخوان المسلمين ويتحدث عن مخاطر حركة الإخوان المسلمين وعلى المملكة العربية السعودية. فجأة تحول إلى بوق من أبواق الإخوان المسلمين بالفترة الأخيرة. كل الشاهين اللي في سوريا جاهز. أنا قاعد أتكلم، هذه ساعة الصفر قربت، ها لا تقولوا ما قلت لكم. ساعة الصفر أوشكت. الشاهين كله جاهز، الشاهين كله اللي تملكه سوريا تقريبا جاهز. بس كذاب أنت، جاهز وصار يومين وما صار شيء. تركيا جاهزة على طيب. الأرض، والمطار التركي جاهز. الطائرات على أهبة الاستعداد، والمسيرات في سوريا جاهزة. نعم. أسد ما حتصبحون الصباح، أنا قاعد أقول لكم ما راح يصبحوا الصباح طبعا، هاي يوم السبت ها. طيب هل هذا الرجل كاذب ولا هو مو كاذب؟ اخواننا العرب في المملكة العربية السعودية، هل المسلم بالكذاب؟ سؤال، هل المسلم يكذب؟ اعتقد انه في حديث صريح وصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه المسلم سارق، المسلم يعمل اي شيء، لكن المسلم غير كاذب. فهذا بحكم الحديث النبوي الشريف أنا أخرجه من الملة لأنه كاذب. إما أن تسلموا صاغرين ولا سوف تدكون. أيوة، نسلم لمنه؟ يعني نسلم لتركيا صاغرين، ولا نسلم لحركة الإخوان المسلمين صاغرين، ولا نسلم لتنظيم القاعدة والحركات الجهادية اللي هي أكبر أعداء للمملكة العربية السعودية؟ نسلمهم صاغرين؟ مين نسلم؟ مين الصاغرين يعني؟ نسلمهم لأعداء المملكة العربية السعودية وهو سعودي صاغرين؟ طبعا رجل كاذب مثل ما قلت لكم، وسقط من عيني كما تسقط البعرة من البعير. أقول لكم يا بكل صراحة، كنت أكن له بعض الاحترام قبل أنا بعرفه من زمان على فكرة، وكنت أكن له بعض الاحترام، لكن للأسف الشديد أنه سقط من عيني بشكل كبير جدا. وللأسف الشديد أنه لأول مرة أنا أنخدع برجل، بس أنا كنت أظن أنه كل الشعب المملكة العربية السعودية طيب، مو على شكل هذا التافه. اللي شغالة قاعدة تثني، وبعدين بدأت تحط صورة الرئيس أحمد الشرع اللي هي القسدية، بدأت تحط صورة أحمد الشرع. ما في تساهل معكم، يا إما تنضمون تحت الرئيس أحمد الشرع ولا. أنت ما بتعرف الكرد معناته، لكن الكرد يقطع راسه ما بيغير مبدأه. الكردي ورأس السيف فوق رأسه وما بيغير مبدأه. نحن حافظ الأسد ما حطينا صورته، وبشار الأسد من بعده ما حطينا صورته، لحتى نحط صورة أحمد الشرع. ما بيعرف الكرد هذا معناته، ما بيعرف الكرد. كلام 235 شخص. أسد إن لم تسلم اليوم سوف تدك تماما. طيب شلون؟ ما هي قصة حليفة المملكة العربية السعودية في التحالف الدولي؟ أليست قصد حليفة المملكة العربية السعودية في التحالف الدولي ضد الإرهاب؟ والمملكة العربية السعودية في غرفة العمليات أيضا، وعلى سنوات طويلة جدا. مين كان يدعم قسد؟ مو كانت المملكة العربية السعودية؟ هؤلاء السوريين إلى أول امبارح قبل سقوط بشار الأسد كانوا يشتمون المملكة العربية السعودية ليل نهار على المنابر.
هلا كلياتهم اصبحوا اصدقاء ابو زايد، وبث ابو زايد هذا المدعو وطن، واصبحوا يمدحون المملكه العربيه السعوديه. ما عندهم مبادئ. اخ بدر موجود؟ تفضل اكتب لي واحد مشان اعطيك قسط. شوف تعليقك انت على هؤلاء اللي يسيئوا الى المملكه العربيه السعوديه. هذول ما بيسيئوا للكرد. واتمنى من الاخوان الكرد كلياتهم عدم الاساءه للمملكه العربيه السعوديه وشعبها. هذا ما بيمثل الا ولا حتى كلاب اللي موجوده في شوارع المملكه العربيه السعوديه. ديروا بالكم. ها اخي بدر، السلام عليكم. السلام، هلين استاذ صلاح، حياك الله. حياك اول الله. حاجه يا حبيبي حبينا نقول هربجي روج افا من المملكه العربيه السعوديه، وهربجي كردستان، وهربجي كردي. شوف الشخص هذا يعلم الله يا استاذ صلاح اني تواصلت معاه بالخاص، تواصلت معاه بمكالمه على السناب، وقلت له ابعد عن الشله هذه، لا ديم غنوم وما لا ديم غنوم، والله ما راح يسروك، والله ما راح يسروك. اقسم بالله يا استاذ صلاح اني ما خليت عنه شيء، حاولت معاه بكل الطرق بالخاص، ما ابغى اتكلم معاه بالعام، لكن وصلت فيها المواصيل انه يتكلم الكلام هذا، لا هنا انا اقول له لا، هنا انا ما ارضى. طيب وغير منذ كذا متى اخونا بدر، منذ متى كانوا اخوان في المملكه العربيه السعوديه والشعب السعودي واحد منهم يطعن بالاعراض؟ هذا ما هو موجود ابدا. والله يا استاذ صلاح صراحه يعني انا انصدمت من الشيء هذا. احنا يا العرب ما نطعن بالاعراض. يعني شوف انا بقول لك حاجه، شوف هو وقع بحاجتين يا استاذ صلاح. الحاجه الاولى اثاره النعرات الطائفيه والقبليه، وهذه مجرمه عندنا بالسعوديه. والحاجه الثانيه واللي وقع فيها القذف. القذف ترى مجرم بالسعوديه عندنا يا استاذ صلاح. يعني انا مثلا لو اقول لك يا ابن كذا، ما ابغى يعني حاشاك، ترى هذه فيها ادانه لي، هذه فيها ادانه لي. انا اذا ما جبت الادله انك كذا وكذا ففيها بهذله، لا اول ولا اخر صراحه يا استاذ صلاح. وانا اكثر من مره نصحته، قلت ابعد عن الشله هذه، ابعد عن نديم غنوم، تراه ما راح يسرك، تراه ما راح يسرك، ما بيسمع، شو اسوي فيه؟ ولما اجي وسبق اني اكثر من مره دخلت عنده في البث، ويمكن الاخوه الكرد يشوفون زين، دائما اتشاكل معاه، انا دائما موقفي ضده، دائما انا موقفي ضده، شفت؟ وينزلوني من البث المشرفين اللي عنده. اخر شيء صرت ما ادخل بثه صراحه. مشكله اللي متحكم. اخونا بدر، هذا تفضل. الشخص عم يسيء للمملكه العربيه السعوديه وشعبها، ما عم يسيء للكرد على فكره. صحيح. انا يعني اقول لك شوف، انتوا اثبت كذبه هو من نفسه، مو قال انا لك عارف. لن الصباح راح تكون قسد منتهيه تماما. وبعدين من هو بعدين من هو عشان يقرر بصير قسد؟ من هو مين؟ صاير بوق للتركي يا ابو زايد. التركي معروف انه عدو لنا على مر التاريخ، يعني توقف مع التركي يا ابو زايد؟ والله ما توقعتها منك. يعني من التركي؟ من هو التركي؟ قل لي. التركي مو كان هو اللي حاضن جماعه الاخوان المفلسين؟ نسيت عداوه التركي لنا؟ نسينا تاريخ التركي معانا؟ نسيت حادثه الدرعيه؟ هل انا برجعك للتاريخ؟ رجعتك للتاريخ. انا مره بس قلت له، مره قلت انت وش مشكلتك مع المكون الكردي؟ هل هم ضروك؟ هل حزب العمال الكردستاني صدر لك الارهاب بالسعوديه؟ يا اخي من اللي صدر الارهاب لنا بالسعوديه؟ من اللي تسبب بالعمليات التفجيريه؟ حزب العمال ولا تنظيم القاعده؟ حزب العمال مشكلته مع تركيا، خليه يلعن ابو تركيا، انا مبسوط. يا اخي حزب العمال ما انا ما اشوف حزب العمال. المفروض انك تيجي تدعمهم، حتى انت تيجي تدعمهم. هذا عم يضرب عدوك. هذه المشكله. ويطلع يقول لك انا سربوت سياسه. يا عمي والله ما بتعرف السياسه، والله يا ابو زايد طحت من عيني، انا طحت من عيني صراحه. يعني راح صوتك اخونا بدر. انا النساء الكرديات، انا اقول انا كعرب يا اخي ما تعودت يا اخي اخاصم بالشرف يا اخي. كلامك غير لائق عن النساء الكرديات. بتقول افلام اباحيه وما افلام اباحيه ومن الكلام الفاضي هذا، والله عيب. كله ذكاء اصطناعي. ترى الكرد ما عندهم الاخلاق هاي ابدا. انا عارف. ومنين جبت
انت والمخابرات التركيه كلها منين جبتوا التسجيلات هاي؟ منين يعني على اساس؟ والله انا مستغرب منهم قسما بالله العظيم يا استاذ صلاح. يا اخي يا اخي العربي يخاصم بشرف، يخاصم بشرف. يا اخي خل عندك شرف خصومه يا اخي، بعدين عندنا ابعد عن شغله، العرب. نحن المسلمين اخونا بدر، واخلاق المملكه العربيه نفس الاخلاق طبعا، وكلياتنا صحيح واحد. صحيح 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 حتى صحيح لو كان هذا الكلام صحيح نستر، صحيح حتى يا لو اخي. كان ما انا نتحدث بالعرب يا حتى اخي ولو صحيح، العرب يا اخي يا استاذ ومع صلاح، هذا الا انه يكون صحيح طبعا. العرب يا استاذ صلاح ايام ابو جهل وابو لهب فيما قبل الاسلام، شوف هم ابو جهل وابو لهب من صناديد قريش، ما كانوا يجوا من ناحيه العرض والشرف. العرض والشرف عندهم خط احمر يا اخي. اذا كنت اذا بينهم عداوه شخصيه، تلقى عدوك يحمي عرضك بغيابك، ما يخلي احد يتعدي على عرضك. يعني انا بيني وبينك والله يا استاذ صلاح اني نصحت قلت ابعد عن السوركيين، واولهم نديم غنوم، ابعد عنه. نديم غنوم انا عارف تاريخه. ما نديم اعرف غنوم شو علاقته عنده علاقه مع نديم غنوم وهدول يعني؟ اوه مره ما وبقوه. بعرف والله. نديم غنوم باحد المنصات التقيت فيه بدون ذكر اسماء، كان يسب السعوديه ويمدح تركيا ويمدح الدوله العثمانيه. الحين صار صديق لك يا ابو زايد. يا اخي انا ما ادري هذول يعني الناس اللي مثل ابو زايد، انا ما ادري متى يتعلموا ان هذول بيوم من الايام والله اذا قلبوا عليك يقلبوا عليك. ما هذول كل يوم قالبين، هذول كانوا يسبوا احمد الشرع نفسه اللي ابو زايد هذا بيدافع عن احمد الكلام. الشرع. كانوا يسبوا الى قبل سقوط بشار الاسد باسبوع، كانوا ليل نهار بيسبوا احمد الشرع. يا استاذ صلاح انا اذا طلعت عندهم احمد الشرع استقبله الامير محمد بن سلمان على عيني وراسي. طيب انتم هذاكم فاتحين بثوث بالجزائر، جايبين التاريخ الجزائري. طيب الجزائر ما لها سفاره عندنا في السعوديه؟ قلت لهم كذا ذاك اليوم، ما في علاقات دبلوماسيه بيننا وبينهم. خلاص نفس الكلام، لا تجيب الشيء اللي تطبقوا على احمد الشرع طبقوا على الدول الثانيه. مو انتم هذاكم تجيبوا سيره الرئيس المصري من تحت الطاوله، تضربونه من تحت الطاوله وبلح وما بلح. طيب طيب وش قال الامير محمد بن سلمان عن العلاقه مع مصر؟ قال الاعلام اللي شكك بالعلاقه بين مصر والسعوديه هذا الاعلام الاخوانجي. صحيح، هذا الاعلام الاخوانجي قالها لكم، لكن انتم بهم. انتم مشكلتكم ايش؟ هو صار اخوانجي من حيث لا يعلم ابو زايد. هذول مشكلتهم ايش؟ مثل بني اسرائيل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ياخذون ما يوافق اهواءهم ويتركون ما لا يوافق اهواءهم. وانا صراحه صرت ما ادخل بثوثه يا استاذ صلاح، لاني صراحه والله كذا والله كذا واحد من اخواني الكرد يجي يقول ابو زايد قال ابو زايد، يعني انا انحرجت يا استاذ صلاح. بس انا بعد ما شفت الكلام هذا والله الكلام هذا ما يعجبني يا اخي. لا والله انا استنكره جمله وتفصيلا. هذا السؤال اللي يطرح نفسه، انا بدي ارسل للجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه التسجيلات تبعيته كلياتها. شو راح يكون موقفه قدام الحكومه السعوديه؟ هل تقبل الحكومه السعوديه بهؤلاء الاشخاص يسيئون للمملكه وحكومه المملكه؟ والله شوف، احنا عندنا بالسعوديه اللي هو نظام تجريم الطائفيه والعنصريه، وعندك طال عمرك القذف. لما اتكلم عن الافلام الاباحيه هذه قذف، هذه تدينه. القذف هذا يدينه، القذف هذا بحد ذاته يدينه. تعال طيب اذا اخذت المملكه العربيه السعوديه تلك التسجيلات واتضح انه هي تسجيلات كلياتها مزوره ومعموله بالذكاء الاصطناعي، شو راح يكون موقف ابو زايد؟ هذا الله يعينه، الله يعينه. هذا يحدده القانون، لكن انا اقول لك الشيء هذا مجرم عندنا قانونيا يا استاذ صلاح، بس فقط لا غير. وانت تقدر يعني من عندك هنا، من السفاره السعوديه عندك هنا بالبلد اللي انت فيها، تقدر انك ترفع عليه. يعني انا اقول لك انا اقول لك استاذ صلاح، ومجموعه من المحامين كمان وكذا. وانا رجل انا بتحدث بالسياسه، وبعمري ما تحدثت بشخصيه صراحه بقول لك والله شهاده لله وشهاده ولا اسيء لبني بشر ابدا، ولم اسيء. انا بقول لك انا اقول شهاده لله وشهاده حق ان المكون الكردي ما شفت منه انا الا كل خير. انا ما اكذب، اقول اللي لي واللي علي يا استاذ صلاح. والله ما ضرونا يا اخي. حزب العمال الكردستاني ما صدر لي ارهاب بالسعوديه، ما جاء فجر عندي مسجد الطوارئ، ما جاء والله وفجر عند الحرم النبوي، ما جاء والله وتبنى عمليات، كله من تنظيم القاعده اللي منه احمد الشرع. نسيتوا رجال الامن اللي راحوا اللي استشهدوا بسبب هذا التنظيم.
انتهوا على حالكم. للدرجه هذه السوريين لاعبين عليك يا ابو زايد. والله عيب، والله عيب، والله عيب اللي صاير هذا، قسما بالله العظيم. يا اخي اذا يا ابو زايد اذا ما عندك يا اخي لا يا اخي ما حد قال لك لا تنتقد قسد، انتقد قسد بس لا تجي من ناحيه العرض والشرف يا اخي، عيب. خلي عندك شرف خصومه، خليك عربي اصيل يا اخي. وحتى انت ايش لك شغل يعني بقسد، ولا ايش لك شغل بحزب العمال الكردستاني؟ خلينا حزب نقول العمال الكردستاني هل يحارب المملكة العربية لا السعودية؟ لا هل طلب مصالح المملكة لا العربية السعودية؟ لا هل هم لا صدر إرهاب إلى المملكة العربية السعودية؟ لا لا ايش وانا عندك اقول لا. مشكلة معاهم؟ الشعب السعودي ما عنده مشكلة مع الشعب الكردي كله، ما ولا بأي عندنا شكل من مشكله، الأشكال. ما عندنا مشكله احنا معاهم، احنا انا ما بالعكس، عندي مشكله معاهم. تتذكر انا أخونا بدر لما صارت الحملة على المملكة العربية السعودية من الأتراك على منصات تويتر عارف من اللي شلون وقف. الشعب الكردي يوقف كلياته معاكم وكذا. شفت وهذه وقفه انا اردها بدل الوحده 1000 مع الشعب الكردي. ليش؟ يعني ليش انا ليش اعادي قوميه؟ انا يا بدر انا كعربي ليش اعادي قوميه ما شفت منهم الا كل خير؟ يعني حتى مشاكلهم الحزبيه فيما بينهم ما يصدرون مشاكلهم لغيرهم. لا ما لنا شغل، احنا بنتقاتل بين بعضنا سياسيا هذا وكذا، امورنا هاي. هذا الكلام انكم ما بتصدروا انتم مشاكلكم لغيركم. هذا مشكلته ايش؟ جاء فيروس اسمه فيروس كورونا، فيروس السوريين. هذول السوريين مثل فيروس كورونا للاسف، ما ان يجون مكان الا يخربون فيه. صحيح. مشي مع نديم غنوم وشلته، وهذا اللي صار. والله ما وهذا بعرف، اللي غريبة هاي. وبعدين غير كذا يقول انا تبع الاستخبارات السعوديه، كذاب. هو بيقول انا استخبارات سعودية لا دائما. كذاب اساسا لو بيقول الكلام هذا مو اصرف له، معروف الشيء هذا، معروف يعني الجهات ما يجي الواحد يصرح بجهه عمله. صحيح. ما يجي الواحد يصرح بجهه عمله، ممنوع الشيء هذا، وعيب الشيء هذا. ويعطي يعني إيحاءات دائما انه هو يعني ممثل عن الحكومة او يا عنده رجل، منصب مهم للغاية وكذا. والله يا استاذ صلاح اني انا كلمته بالسناب اكثر من مره وقلت يا ابو زايد ابعد عن الشله هذه، يا ابو زايد لا تحرجنا مع الناس، يعني جيته بالخاص اكثر من مره، اجيب الخاص لكن ما في فايده. وللاسف اذا دخلت عنده البث السوريين المشرفين اللي عنده ما يخلوني. ومره طلعت عليه قلت ترى اني انحضرت من البث. من اللي حضرك؟ قلت واحد من مشرفينك. يطلع عندك مين؟ من بعدها ما دخلت البث عنده ولا اتشرف ادخل البث عنده صراحه. وانا برجع بقول لاخواني الكرد، لا حدا يوقع بلعبة المخابرات السورية وحركة اخوان المسلمين والاتراك ودائرة الحرب الخاصة. لا حدا يسب المملكة العربية السعودية مشان شخص ابدا، هذا ما بيمثل لا المملكة العربية السعودية ولا له علاقة نهائيا. نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية بالنسبة لنا ككرد يأتي بالمرتبة الأولى بين دول العالم كلياتها شعبا وحكومة. ونحن بالنسبة لنا يعني مستعدين الكرد نفدي أرواحنا في حال المملكة العربية السعودية تعرضت لأي خطر في أي مكان، شعبا وحكومة بقول لكم إياها. صحيح. وانا والله شوف يا استاذ صلاح، انا بكل بث تلقاني واقف بصف الكردي اكثر من اي واحد ثاني. شوف المشكله انا لما اجيهم بالمنطق والعقل اقول يا اخي حزب العمال وش ضرك فيه؟ انت يا ابو زايد وش ضرك فيه؟ يا اخي بالعكس، يا اخي هو فاد المملكة ما ضرها، والله فاد المملكة ما ضرها. طيب هو مشكلته مع التركي، زين هو مشكلته مع التركي، انا مبسوط يا اخي، انا مستانس انه لاعن ابو التركي يا اخي. هذا انتصار لي انا يا اخي. عندنا مثل بالسعوديه يقول عطي الخباز خبزه لو اكل نصه. حزب العمال هم اللي عارفين نقاط الضعف عند التركي، هم اللي عارفين كيف يعني يحاربوا التركي. خليهم، انت وش دخلك فيهم؟ خليه يلعن ابو التركي ايش سوى فينا على مدى التاريخ؟ نسيت حادثه الدرعيه؟ نسيت ابراهيم؟ نسيت حادثه سفر بلك؟ نسيت الاشياء هذه؟ اجداده وش سووا فينا بالسعوديه؟ وش سووا فينا يوم انك طالع تطبل للتركي تقول المطارات التركيه جاهزه؟ يا عم استحي على حالك. تركيا الحين برا المشهد، والدليل شوف العقوبات اللي نزلت على ابو عمشه. صح. كله عشان بيحيدوا تركيا. صح. كله عشان بيبعدوا تركيا عن يعني الحين السعوديه تحارب تركيا بسوريا، تحارب المشروع التركي، وانت تجي تطبل للمشروع التركي. والله عيب.
جدا والله عيب، جدا جدا. والله عيب، والله ما لا تصدر الشيء كله هذا من عرب، قسما بالله. يعني انت ايش اخونا لاقي بدر، بالتركي؟ احنا ما نعتبره لا يمثل السعوديه انا ولا على الشعب العموم، على السعودي، العموم انا وبالعكس على تماما. العموم انا متاسف جدا يا استاذ لا صلاح، انا بالعكس تماما، متاسف. انت اخو إلنا. هو وانا اساء للمملكه، والمملكه واسال اللي يسيء نفسه. لها كانه اساء لنا. هو اساء انا للمملكه على اقول، فكره، ما اساء للكرد ولا اساء للحزب انا العمال عارف ابدا. عارف عارف. انا اقول لك يعني حقك انك تاخذ فيه الاجراء القانوني، هذا من ابسط حقوقك، من ابسط حقوقك يا استاذ صلاح. لكن انا اقول لك شوف، هو حاجتين وقع فيها، عندك اللي هي القذف، هذا قذف صريح، هذا قذف وفي انا راح سجن وفي ابعث بهدله. التسجيلات الى سفاره المملكه العربيه السعوديه في المانيا، وعن طريق مكاتب محامين ايضا. وتابع القضيه، وتابع وراح اتابع القضيه، القضيه طبعا، راح اتابع تابع القضيه. القضيه معهم. لكن انا اقول لك شوف، انا اقول لك القذف عندنا بالسعوديه مجرم، مجرم يعني. وبدوا آلاف الناس اللي كانت شافت الفيديوهات وبدهم شهود وكذا، وكانت موجودة في اللايف تبعيته. ومن تاريخ هو بدأ مع حركة إخوان المسلمين إنه ينقلب وكذا، أنا مستعد أقدم كل الأدلة. انا ما عندك مشكله، اللي تشوفه سويه استاذ صلاح، وانا معاك باللي تبي. والله لو اقدر اقدم حاجه قدرت اقدمها، بس انا اقول لك، انا اعطيك بس يعني مضمون القانون عندنا بالسعوديه. القانون عندنا يجرم العنصريه والطائفيه، شايف كيف؟ والنعرات القبلية والنعرات القبليه، يعني كذا واحد، كذا واحد شوف قبل، كذا واحد قبل، اي نعم، كذا واحد قبل في فتره. شؤون الدول الخارجية حتى هذا صحيح، مجرم. صحيح. لكن انا اقول لك شوف، كذا واحد عندنا كمشوه بسبب العنصريه القبليه. ترى في ناس انكمشوا سعوديين، انا اقول لك اياها. زين، بس انا اقول لك شوف، يعني القذف بحد ذاته هذا تراه جرم عندنا. أبي اسمه الأصلي، حدا عنده ها؟ الاسم الأصلي إله، ولا أنا هو قادر أن يحصل على اسمه؟ لا هو الامن يجيبه. يجيب. لا انا يا محكيك الامن السبراني من اقوى الامن عندنا بالعالم، يقدر يجيبني وانا جالس معاك هنا عادي، ما في اي اشكاليه. لكن انا اقول لك طبعا عشمنا في المملكه العربيه السعوديه، بس انا ارجو من الشعب الكردي نتعالج هاي الامور يعني ان شاء الله باذن الله، باذن الله. كل هؤلاء الذين يسيئون للمملكه العربيه السعوديه. شوف يا استاذ صلاح، عندنا بالسعوديه ما في فرق بين شيعي سني صوفي، ما في فرق، كلنا واحد، كلنا واحد، واللي يغلط منا يتحاسب. شفت؟ وكل واحد اخذ حقه على ثالث ومثلث، ما في يعني حتى بالوظائف بالحقوق بكل شيء الشيعي والسني واحد، ما في فرق. واللي انت تتذكر قبل عام 2017 لما اعدموا 45 ارهابي، 15 من الطائفه الشيعيه اللي اولهم ابن النمر، اعلن ولايه الفقيه، اعلن ولايه الفقيه بالشرقيه، ولايه السفيه طبعا. وال40 من وقتها اسرائيل عفوا ايران حصل فيها مظاهرات وهجموا على سفاره المملكه العربيه السعوديه نعم، وصار في قطع علاقات وكل شيء. وعندك ال40 من الطائفه السنيه بايعوا رقم ال11 وبايعوا الجولاني، صحيح. كلهم قطعوا رؤوسهم، ما في، انسى ان يعني الحاجه هذه تصير. فانا اقول لك يا استاذ صلاح، يعني الحاجتين هذه ركز عليهم، العنصريه والطائفيه والقذف. نعم، القذف هذا انا صراحه انا ما عجبني ابد لما قال يعني افلام اباحيه وما افلام اباحيه وكلام فاضي. هذا انا بصراحه انا والله تقرفت، والله العظيم يا استاذ صلاح اني تقرفت، اقسم بالله العظيم، والله يا استاذ صلاح ما قدرت اتحمل. يا اخي عيب، والله عيب، والله عيب يا اخي. يقول لك انه 8 ساعات وما استقبلوا الوفد، مع انه كان الوفد مثل الاسود ووفد الحكومه مثل الارانب قدامهم قاعد، وتصدرت صور وفيديوهات. لا ازيد من الشعر بيت، ازيد من مرهف ابو قصره. وش قال عن قسد؟ قال قسد ما نقدر على سلاحهم، في اتفاقيه بينهم. ليش ما تحكي على مرهف ابو قصره يا ابو زايد؟ زين. لكن انا صراحه شفت من يوم شفت نديم غنوم داخل بينهم، وانا غاسل يدي اقول لك اياها بكل صراحه. الشخص هذا اللي مسح بكرامته اوروبا كلها، وانت عارف من اللي مسح بكرامته الارض، هذا يعني جايب لي واحد حثاله زي نديم غنوم. ما اعرف والله، انا ما حتى ما بتابع بثوثهم،
وما أعرف مين اللي حواليه ولا مين مو اللي حواليه، وأسمائهم أساسا لكن ما بتهمني خالص، لا من بعيد ولا من قريب. اريح لك يا استاذ صلاح، وانا اسف جدا يا هذول استاذ مهما صلاح. فعلوا قالوا أنا استاذ بقول لك صلاح، إياه. انا اتاسف لك واتاسف لا للشعب بالعكس الكردي. تماما أخونا بدر، أنا اللي والله بتأسف لك إنه واحد مثل هذا يتكلم ويسيء للمملكة والله العربية يا السعودية. اخي والله يا اخي انا قسم بالله اني مستحي منكم، ومستحي انكم انتم تستقبلوني احسن استقبال وتخلوني احكي ما ادخل بث كردي اللي يستقبلني احسن استقبال. يا اخي الواحد يا اخي يرد المعروف، يا اخي العربي معروف عليه انه يرد المعروف، ما ينكر المعروف، ما ينكر المعروف. لكن للاسف يعني يا ابو زايد اذا نسيت دماء الشهداء عندنا بالسعوديه، شهداء الغدر، هذه مصيبه، هذه مصيبه. اللي كانوا متبنينهم مين؟ متبنيتهم تركيا يا حبيبي، الاعلام الاخوانجي متبنيهم. نسيت ولا ما نسيت يا ابو زايد؟ كلهم اللهم أن يسألوا أنه الله يهديه يعني ويرجع لرشده. الله يهديه، انا هذا اللي انا اقول بس. آمين. شكرا والأمر للاستاذ متعلق صلاح. بالسلطات السعودية، هي اللي تعرف شكرا. تتعامل معه هو أكثر. الموضوع متعلق بالسلطات، وان شاء الله باذن الله. صدقني شوف، صدقني ان السعوديه ما راح تخلي لك حق ابدا، انا اقول لك اياها. وهذا عشان من المملكة يعني طبعا. انا لا ابدا 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 ابدا، انا اقول لك اياها. وشكرا استاذ صلاح على الاستضافه. كل اخواننا اللي موجودين في اوروبا، كل الحقوقيين واللي يعملون في هذا المجال وباي شيء عن طريق السفاره او الايميلات او اي شيء، ارسال تلك الفيديوهات وتقديم شكوى رسميه باسمك وبهويتك. ترى المملكه من اجمل الدول الموجوده في العالم كلها بهاي المواضيع. فبدي كل اللي موجودين في اوروبا كله يروح على السفاره السعوديه القريب منها، يقدمها بشكل خطي او عن طريق الايميلات او عن طريق البريد الالكتروني، وقدموا. وانا راح اقدم عن طريق مكاتب قانونيه. كل سفاره لها محامي. انا اقول لك اياه، كل سفاره لها شوف عن طريق المحامي حق السفاره. انتوا شوفوا شغلكم معه. نحن نعرف شغلنا وانتهى الموضوع. انا اسف جدا استاذ صلاح، والله احنا واحد اخونا بدر، احنا واحد ما يحتاج. سجلوني معاكم سعودي كردي قسدي، يلا خليهم يموتوا قهر. نتشرف بك حبيبي، يلا مع السلامه. الله يسلمك، شكرا جزيلا اخونا بدر. المخابرات التركية من وقت الحادثة اللي حصلت وشافت انه الشعب الكردي بكل اشكاله، حتى الشعب الكردي اللي ما بيتكلم باللغة العربية اللي كان موجود في تركيا وفي اوروبا وفي سوريا وفي العراق، في كل مكان تعاطف مع المملكة العربية السعودية بالحملة اللي حصلت ضد المملكة قبل فترة طويلة شوي، كانت من فترة. وتعمل المخابرات التركية لدق الإسفين ما بين الشعب الكردي والمملكة العربية السعودية. من أخطر الأمور على تركيا ودولة تركيا هي حب الكرد للمملكة العربية السعودية والاقترابهم من المملكة العربية السعودية، لأنه بيشوفوه من أكبر الخطورات اللي على وجودهم هم نفسهم. وهاي النقطة بدكم تحطوها في الحسبان بشكل كبير. فأتمنى من كل كردي موجود بعمره ما يسب المملكة العربية السعودية أو شعب المملكة العربية السعودية نهائيا. هؤلاء لا يمثلون المملكة العربية السعودية ولا شعبها، وهاي نقطة هامة للغاية. فهو عبارة فقط أنه ممكن يطلع ناس تانية هلا ويدعوا أنهم سعوديين، وبيكونوا هؤلاء اللي هم أعداء الكرد اللي بيتكلموا اللهجة القبلية أو البدوية القريبة من لهجة المملكة العربية السعودية، ويدعون أنهم سعودي في بثوث سعوديين، ويسبوا فيه الكرد ويسبوا فيه قسد ويسبوا فيه الأحزاب الكردية ويسبوا فيه القادة الكرد والرموز الكرد. ديروا بالكم من هاي النقاط الهامة للغاية وما بتقعوا بهذا الخطأ. نحن عارفين أساليب الحرب الخاصة للدولة التركية، واللي راح تتخذ كل الأساليب بهذا الموضوع. احنا شفنا فتنة التركمان ما بين الكرد والعرب على مدار 14 سنة اللي فاتت، كيف كانوا يجيشون التركمان ويدفشون العرب لسب الكرد، واللي حصل شرخ كبير ما بين المجتمع السوري، وبتعرفوا هذا الموضوع كلياته. فنفس الكرة هاي يتم الآن مع الأخوان في المملكة العربية السعودية. ما بتوقعوا الخطأ، لأنه أي تسجيل من أي مسبة
يروح بدهم يقصوه وياخذوه وينشروه في تويتر وغيره وغيره على اساس انه الكرد يسبوا المملكه العربيه السعوديه. السعودي الاخر اللي موجود في المنصات الاخرى ما بيعرف هذا، ما بيعرف انه في واحد اسمه ابو زايد وفي واحد اسمه عصو وفي كذا وعاملين هيك وكذا، ما بيعرف هذا. راح يفكر انه فعلا الكرد عم يسبوا ضد المملكه العربيه السعوديه، وهي نقطه انتبهوا منها كثير.